مساء الهنا والجمال على متابعيني في كل مكان. متابعتك لصفحات وقنوات نافعة دي نعمة وفضل من ربنا، مش بشطارتك. في غيرك بيتفح صفحات وقنوات فيها فجور وفسق وحاجات كتير وحشة. وجودك في أي مكان بيشدك لطريق ربنا هو اللي اصطفاك عشان يحفظك ويستوجب منك ان انت تحمده. ربنا ساقك انك تتابع الناس الصالحين. الأمر ممكن يكون حاجة بسيطة أو عادية، بس انت ممكن تفتن في أي لحظة وتتجه للناس السفيهة. فاسأل ربنا الثبات، لأن ده هدى واصطفاء من ربنا ليك. عاوز أقول لكم إن انتوا وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت، وأتمنى إن انتوا تدعموني، وجايلكم النهاردة بقصة جميلة جدا جدا. أتمنى إن هي تعجبكم بإذن الله. يحكى أن في واحد من العصور القديمة كان في قاضي اسمه زهران، مشهور بذكائه ودهائه وحكمته في انه يرجع الحقوق لأصحابها ويرد الظلم عن المظلومين. القاضي ده كان مشهور وقدر يحل أصعب قضايا اتعرضت عليه. القضية الأولى اللي اتعرضت عليه يحكى أن في رجلين جيران لبعض، واحد فيهم كان طيب جدا والتاني ماكر وخبيث. الجار الطيب عاش سنين جنب جاره من غير ما يعرف انه ماكر وخداع. وفي يوم من الأيام الجار اللئيم اتعثرت أحواله جدا وضاق به الحال، ملقاش في بيته حاجة تسد جوه، فقرر إن هو يروح لجاره الطيب عشان يطلب منه قرض. راح له بيته وملقاهوش، سأل مراته قالت له ده خرج من الصبح يشتغل. ساعتها قرر إن هو يروح له الشغل. وهو ماشي في الطريق لقي جاره راجع من الشغل، وقفه وقال له أنا اتزنقت يا جاري، ممكن تديني 1000 درهم قرض؟ الجار الطيب ما ترددش وقال له ماشي يا جاري، بكرة ان شاء الله ادبر لك المبلغ وهقابلك هنا عند النخلة دي. وتاني يوم الجار الرقيم راح مكان النخلة، لقي الجار الطيب مستنيه زي ما وعده ومعاه 1000 درهم. اداه الفلوس والجار الرقيم قال له هرجعهم لك بس بعد 3 شهور. الجار الطيب وافق من غير ما ياخد ورق او اي حاجة تثبت حقه. عدت ال3 شهور والجار الطيب راح يطلب من جاره الفلوس، لكن الجار الرقيم انكر وقال له انا ما خدتش منك حاجة. الجار الطيب اتصدم وقال له ايه ده، هو اللي بيعمل خير بيترد شر؟ القاضي زهران قال له طب انا هقول لك هجيب لك حقك ازاي. فالمهم ان الراجل الطيب قال بس مفيش حد هيجيب لي حقي غير القاضي زهران، انا هروح له. وفعلا راح وحكى له القصة. القاضي زهران طلب من الحراس ان هم يجيبوا الجار الرقيم، ولما سأله قال له جارك بيقول ان انت خدت منه قرض 1000 درهم، الكلام ده صح؟ الجار اللئيم طبعا انكر وقال له لا يا سيد القاضي، انا ما خدتش منه حاجة. القاضي سأل الجار الطيب طب عندك شهود، عندك ورق؟ قال له لا يا سيد القاضي، انا كنت واثق فيه. القاضي فكر وقال للجار الطيب لو كنت صادق روح هات لي حفن التراب من المكان اللي اديته فيها الفلوس. الجار الطيب استغرب بس راح يجيب التراب، اتأخر شوية. القاضي كده بص للجار الرقيم وقال له هو اتأخر ليه؟ الجار الرقيم راح رادد من غير ما يفكر اصل المكان بعيد. القاضي ضحك وقال له كده احترفت انك كنت هناك والمكان هو نفسه اللي اديته فيه الفلوس. وبكده القاضي اثبت الحق وامر بحبس الجار اللئيم لحد ما يرجع الفلوس. القضية التانية كان في راجل عجوز راكب حماره ورايح السوق يجيب كيس دقيق. اشترى الكيس وكان تقيل عليه جدا، ساعده واحد قوي وحط الكيس على ظهر الحمار. وهو راجع الحمار اتعصر والكيس وقع. العجوز ما قدرش يشيله لوحده. مر عليه شاب قوي لكن سمج وقال له مالك واقف كده يا عجوز؟ قال له الكيس وقع ومش قادر اشيله. الشاب قال له اشيله لك بس تديني ايه؟ العجوز قال له ولا حاجة. الشاب شاله وبعدين قال له فين اللي ولا حاجة اللي وعدتني بيها؟ العجوز قال له انا ما وعدتكش بحاجة. الشاب قال له لا، انت قلت لي ولا حاجة انا عايزها.
العجوز اتحير وما كانش عارف يعمل ايه، فراح للقاضي زهران ومعاه الشاب. القاضي سمع القضية وضحك من تفاهة الشاب، وأمر إن هم يجيبوا الحمار وكيس الدقيق للمحكمة. ولما جابوهم قال للشاب نزل الكيس من على الحمار. نزل الكيس، قال له طب رجعه مكانه. راح مرجعه. القاضي سأله، قال له لقيت ايه تحت الكيس؟ قال له ولا حاجة. قال له طب خلاص، خد اللي ولا حاجة اللي وعدك بيها العجوز. أما بقى القضية التالتة، راجل عنده 3 عيال وكلهم اسمهم زيد، وقبل ما يموت كتب وصية: زيد يرث وزيد يرث وزيد لا يرث. الأخوة احتاروا وما كانش عندهم حل إلا إن هم يروحوا للقاضي زهران. القاضي قرا الوصية وفكر إن أكيد فيهم واحد مش ابنه. عمل خطة وطلب يدخلهم واحد واحد. الأول دخل وقال له القاضي لازم نطلع أبوك من القبر عشان نطبق البصمات، موافق؟ قال له لأ، ما اقدرش اسيء لابويا وبتنازل عن الميراث. دخل التاني وقال له نفس الكلام. دخل التالت وقال له عادي، طلعوه، الحي أبقى من الميت. القاضي عرف ان ده مش ابنه وحقق العدل. وفي الاخر اشتهر القاضي زهران بذكائه وفطنته، وعرف ان القاضي الحكيم يقدر يجيب الحق مهما كان الظلم كبير. وفي الاخر اكتبوا له تعليقاتكم انهي اكتر قصة عجبتكم.